اهلا بيكم في حلقه جديده. انا احمد حلمي ودي قناه زوم. اولا كده كل سنه وانتم طيبين، وانا عارف والله اني متاخر قوي اني اقولها لكم. عيد سعيد عليكم، واتمنى ان انتم فعلا تكونوا قضيتوه بشكل حلو جدا. النهارده بقى احنا هنتكلم بعد بقى نهايه رمضان وكل مسلسلات رمضان اللي خلصت معانا. احنا هنتكلم بقى ايه احسن 10 مسلسلات كانت موجوده في رمضان، ايه المسلسلات اللي كانت حلوه بجد وايه ترتيبهم. الترتيب انا عارف ان انتم ممكن تختلفوا معايا فيه، بس اوعدكم ال10 مسلسلات اللي هنتكلم عليهم دول ان احنا مش هنختلف فيهم كتير. طب واثقين ان المسلسلات دي هي فعلا الاقوى، المسلسلات دي فعلا هي اللي ادت بشكل حلو جدا. فمن غير تطويل كتير يلا بينا ندخل على القائمه بتاعتنا على طول. اول مسلسل ورقم 10 اللي معانا هو مسلسل المداح. وانا عارف ده اول حاجه هتفتح باب الشك، وممكن اقول باب الجدال بيني وبينكم، لان انتوا هتقولوا ان هو ممكن يكون من افضل اساسا 4 اعمال في رمضان. بس انا بقى اساسا وجوده معايا في التصنيف ده هو لسبب واحد بس. انا ما كملتش المسلسل لحد النهايه، واللي وقفت ممكن اقول بعد 3 4 حلقات، مش عشان هو وحش، بس عشان تجربتي السلبيه معاه في الموسم اللي فات من رمضان. انا كنت بنزل ملخص للمسلسل طول ال 30 حلقه تقريبا، 30 حلقه عملتهم ملخصات على القناه عندي. فانا اساسا كنت داخل جوه المسلسل قوي، كنت عارف ايه الحاجات اللي بتحصل جواه، امتى المط اللي فيه وامتى الحاجات دي كلها بتحصل. فده كله كان عامل عندي انطباع سلبي بسبب المط اللي حصل في الجزء الثالث. ودخلت هنا في الرابع اللي ممكن اقول ان انا فرحت جدا بفتحي عبد الوهاب في الاول ودياب، وقلت ان المسلسل ده هيكون حلو، بس انا هسيبه لحد بعد رمضان. وده فعلا بقى اللي هيحصل، وزي ما توقعت المسلسل فعلا في جزء ده حقق نجاح كبير جدا. وانا عشان ما سمحتهوش فحطيته في المركز العاشر. ونروح بقى للمسلسل رقم 9 اللي معانا، وهو مسلسل خالد نور وولد نور خالد. المسلسل اللي كان الكوميديا واللي نزل لنا في النص التاني من رمضان، واللي فعلا برضه ممكن اقول ان كان فيه كوميديا حلوه جدا. يعيب على المسلسل ده واللي خلاني احطه في التاسع ان القصه بتاعته كانت ممكن تستغلها بشكل احسن من كده بكتير. ناس كتير اساسا كانت معجبه بالمسلسل، واللي شافت البدايه بتاعته ان هو قوي. التويست اللي فيه، وممكن اقول ان انت اساسا بتشوف ان شيكو ابن كريم محمود عبد العزيز دي لوحدها كانت باب للكوميديا ما يتقفلش. بس فجاه كده ودخلنا كده في دوامه ان احنا بنلف في دايره مفرغه، بنشوف ان نفس الافيهات تقريبا بتتقال، نفس الرياكشنات، نفس الحاجات. ده اللي ممكن اقوله على المسلسل شويه. بس مع كده انا حبيت المسلسل جدا وطلعت دافعت عنه. قلت ان الناس اللي بتهاجمه والناس اللي بتتكلم عليه بشكل وحش ما عندهمش حق بصراحه. احنا داخلين مسلسل كوميدي عشان الكوميديا، اهم حاجه ان احنا نضحك في المسلسل وده اللي اتوفر فيه. فالمسلسل حلو عليه رقم 9 معانا لانه فعلا كان متميز. ونروح بقى للمسلسل رقم 8 اللي معانا، هو مسلسل مسار اجباري. المسلسل اللي انا حبيته جدا واللي خلاني اساسا اتعلق بيه من قبل ما ينزل في رمضان. فكره ان هو مسلسل شبابي من بطوله عصام عمر واحمد داش، فانا كنت متحمس له اصلا من قبل رمضان ما يبدا. فانا كنت حابب ان انا احطه في مراكز متقدمه، لولا ممكن اقول تعثرات صغيره حصلت خلته يرجع لورا كده. بس الفكره ان احمد داش كان اداؤه حلو جدا، وعصام عمر اللي تحسه فعلا ان هو نضج. غير طبعا بقى اللي ممكن اقول كانت مفاجاه المسلسل، وهي بسمه عملت دور شعبي ممكن بعيد جدا عن اساسا ادوارها، واللي عملته باجاده تامه. وده طبعا غير صابرين اللي هي كمان كان دورها حلو جدا واللي كانت متميزه. ففكره ان انت تشوف التميز اساسا من كل عناصر المسلسل، وفكره انه شبابي دي كانت حاجه محمسه جدا، كانت مخليانا حطاه اساسا في حته حلوه جدا. لولا بس الشرير بتاع المسلسل رشدي الشامي من اكبر الاسباب اللي خلت اساسا تقييم المسلسل يرجع بالنسبه لي، ان اشوف ان ممكن اقول اداؤه كان مفتعل قوي. الشر اللي فيه اللي هو اعمله ببساطه يا عم والدنيا هتعدي والله وهنفرح كلنا. بس انا مش عارف هو ليه انتهج النهج ده رغم ان هو اساسا ممثل شاطر. بس الفكره ان المسلسل هتستمتعوا جدا بيه من الحلقه الاولى للحلقه الاخيره. في حلقات ممكن تقول الريتم بطأ فيها خصوصا بعد الحلقه العاشره، بس ده ما يمنعش ان المسلسل حلو جدا. القصه والقضيه اللي فيه الترابط الاخوي كان احسن ما يمكن. ونروح بقى للمسلسل اللي بعد كده، واللي عارف ان من هنا احنا هنبتدي بقى ان احنا نتخانق مع بعض. فكره المسلسل رقم 7 ان هو يبقى مسلسل جودر، اعتقد ان ناس كتير اساسا حطاه من ضمن افضل 3 بالنسبه لها. المسلسل اللي كانت المؤثرات البصريه عنوان الجمال اللي فيه، واللي خلت الواحد انه ينبسط جدا. شوف اساسا ان ياسر جلال ممكن اقول عامل دور شهريار هو كمان باداء بعيدا بقى عن المسرحي. دايما بنشوف شهريار ده باداء مسرحي قوي، او اداء ان تحس برضه ان في افوره. ياسر جلال اللي عمله بشكل حلو جدا وبشكل يبان ان هو طبيعي. حاسس ان شهريار ده اساسا شخصيه طبيعيه، ممكن اقول قربني منه اكتر. فكان حلو جدا. بس زي ما بتكلم الجرافيك اللي فيه، وممكن اقول بقى الحاجات الصور البصريه اللي احنا اتفرجنا عليها كانت اجمل ما يمكن، خلتني انبسط بالمسلسل واحبه، واللي نزله اساسا بجوده حلوه جدا عشان استمتع بكل فريم فيه بكل صوره فيه. والقصه اساسا ذات نفسها كانت قصه اختيار موفق جدا. شفت ان اساسا ممكن اقول ان كان فيها شويه حاجات صغيره ان ياسر جلال كان ممكن اقول وهو شخصيه صغيره ما كانش احسن حاجه ممكنه. يعني فكره ان احنا نشوفه بقى لسه شاب وهيتجوز والكلام ده كله ان هو بيعمل جودر مش احسن حاجه، مع انه كان اساسا في الشخصيه بقى بتاعت ممكن اقول شهريار كان جامد جدا. فالمسلسل كان حلو جدا، ولولا اساسا ان في مسلسلات اقوى منه بكتير بالنسبه لي انا شخصيا كنت حطيته في مرتبه اساسا اكبر من كده بكتير.
وندخل على طول لرقم 6 اللي في القائمه بتاعتنا، هو مسلسل بدون سابق انذار. آسر ياسين وعائشه بن احمد فعلا عملوا مسلسل خطير جدا، بس اللي كان احسن منهم هو الطفل ابنهم واللي بعتذر ان انا مش عارف اسمه، اللي فعلا اداؤه كان خليني رابطني بيه اساسا جوه احداث المسلسل، والتعاطف بتاعي كان بيزيد معاه حلقه بعد حلقه. ممكن في الاول تعاطفي او ممكن اقول الجانب بتاعه ما كانش باين قوي، بس نوصل للنهايه الطفل ده هيكون هو ممكن اقول حاجه كبيره جدا بالنسبه لي كتمثيل. اساسا الطفل مش قصدي على القصه وقصدي على المحور بتاعه، القصه لوحدها كانت اساسا جنان جدا وكانت حلوه جدا من اول المسلسل، واحنا بناخده في كل نهايه قفله حلقه بناخد صدمه كبيره جدا، الصدمه اللي تخليك نزل لي الحلقه بسرعه، انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل بعديها. طب هو ابنه، طب هو مش ابنه، طب مراته ايه اللي عملت كده، طب هو ابن مين، طب هيوصل لابنه ازاي. وتيجي بقى في ممكن اقول بعد الحلقه الخامسه والسادسه تشك بعديها ده هتبدل بجد، طب هو اتبدل عن قصد، طب مين اللي ليه مصلحه في كده، وتوصل بقى للنهايه وتلاقيهم ان هم قافلينه باحسن شكل ممكن. المسلسل فعلا متميز واللي هيعجبكم جدا وانتوا بتتفرجوا عليه. ده من نوعيه المسلسلات الدراميه اللي ممكن اقول صادمه شويه، واللي كمان برضو طابع الحزن او طابع المأساة سيد جوه المسلسل بشكل كبير جدا. هتتبسطوا جدا وانتوا بتتفرجوا عليه، والاداءات اللي فيه كانت حلوه جدا. ومن هنا بقى نروح لتوب 5 مسلسلات في رمضان، والمسلسل رقم 5 هو مسلسل بابا جه. المسلسل اللي انا شخصيا حبيته لدرجه كبيره جدا، فكره الرساله بتاعته والكوميديا اللي كانت فيه كانت حاجه جامده جدا، خصوصا لو اي حد سالته هيقول لك مثلا حلقه احمد امين كانت جامده جدا، سالت واحد تاني هيقول لك مثلا حلقه الاخ والاخت بتوع الهاكر كانت برضو حلقات جامده جدا، تسال واحد تاني تشوف بقى تصرفاته ويقول لك مثلا موقفه مع بنته، هتلاقي كل حد عنده نظره مختلفه للمسلسل ده، غير اساسا القصه اللي بيناقشها فيها. فالفكره كلها ان اكرم حسني قدر انه يختار عمل ذكي جدا ويعمله بشكل حلو جدا. كنت مستمتع بكل حاجه في المسلسل واللي حبيته بشكل حلو جدا. انصح اساسا اكيد اي حد ما اتفرجش على المسلسل ده ان هو فعلا يتفرج عليه، خطير جدا هتستفاد منه، والمسلسل ده تحسه ان هو معمول عشان العيله، تتفرج عليه انت واولادك كده واللي تتبسطوا جدا بيه، واللي هتلاقي فيه قيم كتير، سواء من ناحيتك ان انت تتعود تقرب من ولادك ازاي، او سواء ولادك يشوفوا الاب مثلا بيعمل ايه، حاجات كتير جوه المسلسل هتخليكم ان انتوا ترتبطوا بيه. ونروح بقى رقم 4 معانا في القائمه بتاعتنا، وهو مسلسل لحظه غضب. مفاجاه رمضان بالنسبه لي اللي كان ممكن اقول مفاجاه مش متوقعه. مسلسل قبل رمضان انا قلت انا عمري ما هتفرج عليه، وان قلت بس ان ممكن اديله فرصه ان اعمل عنه ريفيو ولا حاجه وهبطله بعديها، عشان اتفاجئ ان انا في الحلقه ال 15 منبهر بكل حاجه تقريبا بتحصل جواه. كنت شايفه من احسن مسلسلات النص الاول في رمضان، واللي حطيته تقريبا التاني وقتها، لانه كان فعلا خطير جدا، واللي كان مكسر الدنيا بالنسبه لي على الاقل. فكره اساسا ان الناس تدخل لصبا مبارك تتفرج على مسلسل، اعتقد ان معظم اللي دخل يتفرج على المسلسل ده كان داخل عشان محمد شاهين، اللي احنا شايفينه وشايفين ان هو مثلا الاداء بتاعته بتبقى حلوه جدا، بس تتفاجئ وتتعلق من اول لحظه اساسا في المسلسل بصبا مبارك. ده كان خطير جدا، واعتقد ان دورها ده من احسن الادوار النسائيه في رمضان. قلت في النص الاول من رمضان ان اداها كان احسن دور نسائي في النص الاول كله، فعلا كانت متالقه، واللي خلتني انشد للمسلسل واتشد لشخصيتها بشكل كبير قوي. كل انفعالاتها، كل الرياكشنات بتاعتها، حتى الكوميديا في وسط الصدمه اللي احنا فيها كانت جامده جدا. القصه ذات نفسها وقفله القصه كانت حلوه جدا، ما عدا ممكن اقول تفصيله صغيره في النهايه، يعني التفصيله اللي كانت قربت ان هي تبوظ عليا تجربه المشاهده، بس انا برضو هحتفظ بكل الايجابيات خلتني اتعلق بالمسلسل واتفرج عليه لحد النهايه. فده كله كان حلو جدا وانبسطت بالمسلسل جدا. ومن هنا بقى نطلع لتوب 3 واحسن 3 مسلسلات رمضان، واللي الجدل هيبتدي، بس الجدل هيبتدي في اخر 2 انا واثق. بس بقى رقم 3 اللي معانا هو مسلسل اشغال شقه، المسلسل اللي اقول الكوميديا بتاعته احسن مسلسل كوميدي في رمضان 2024. ده حسمها، وده اساسا كان مكسر الدنيا، يعني كفايه انتصار بس وان هي بتعمل كده خلاص بقت ايقونه، اطلع اب وانزل اب، وممكن اقول ايه، عارف انت في كلام كتير تحب تقوله على المسلسل ده وفعلا مش هيخلص كله، بس اللي كان القنبله واللي كان ممكن اقول حاجه خطيره جدا جوه المسلسل هو عرابي او مصطفى غريب، اللي فعلا كل مشهد من المشاهد اللي ظهرها من الحلقه الاولى للحلقه ال 15 انا كنت بضحك بس اول ما بشوفه. رياكشناته الكوميديا بتاعته مع هشام ماجد مع اي حد اصلا في المسلسل كانت جامده جدا. فبصراحه هشام ماجد واسماء جلال اللي كانت هي كمان ذكيه جدا في المسلسل ده خلتني ان احب المسلسل لليفل تاني خالص. اسماء جلال اللي كنت متخوف منها في الكوميديا في الاول خلتني ان انا احبها، وان انا اضحك كمان على مواقف هي بتعملها. فده يحسب للمسلسل ويحسب للقصص اساسا المختلفه اللي كانت جواه، وانبسطت جدا بالمسلسل. اعتقد المسلسل ده محدش هيختلف ان ده احسن مسلسل كوميدي في رمضان 2024. ويلا بينا بقى نروح لرقم 2 ورقم 1 اللي عارف ان هنا بقى ايه هيحصل الخناقات الكتير. ورقم 2 المسلسل اللي اعتقد معظمكم هيبقى حاطه رقم 1 عنده هو مسلسل الحشاشين، والله مش حب اختلاف، هو بس اقتناع شخصي مني ان المسلسل رقم 1 هو احسن مسلسل في رمضان. بس الحشاشين يستاهل ان هو فعلا يبقى رقم 1 عند معظم الناس. المسلسل كان حلو جدا، واللي كان ممكن اقول حاطط طابع
مختلف اساسا ما شفناهوش في رمضان قبل كده. اتفرج على مسلسل عمل تاريخي قوي جدا، بس فكره بقى المناظر والانتاجيه والاعمال والديكور اللي بيحصل كان حاجه احنا بالنسبه لنا احنا ما شفناش قبل كده. اتكلمنا في جودر ان ممكن اقول الصوره البصريه كانت جامده، بس هنا بقى القصه كانت اجمد بكتير. ان انت تتفرج على شخصيه وعن احداث ممكن اقول مقتبسه من الحقيقه كانت خطيره جدا. ممكن ده العيب اللي فيها ان هم ما جابوش الحقيقه زي ما هي بالظبط، وان هم يعملوا قصه حسن الصباح بالظبط، بس ده ما يمنعش ان الاداء اللي فيها كانت جامده. بس لو هشكر حد هو كريم عبد العزيز، وخصوصا في اخر حلقتين. يعني انا كنت بتكلم في قبل اخر حلقتين ان كريم عبد العزيز من اقوى الاداءات التمثيليه، بس جه بقى معايا في الحلقتين الاخرانيين وانا خلاص وقفت. قلت بس هو ده احسن اداء تمثيلي في رمضان 2024. ما اعتقدش ان حد ممكن يعلي على كريم عبد العزيز في اخر حلقتين، وكمان مش جوه مسلسل الحشاشين، اعتقد ده في خلال اساسا الدراما المصريه. ما شفتش حد بيوصلني مشاعر بالدرجه دي كلها قد ما عمل كريم عبد العزيز في الحلقتين دول. كنت معجب جدا بيه، وسامي الشيخ اللي ممكن اقول اكتشاف يا ريت نشوفه في اعمال كتير. انا عارف ان هو عمل اعمال قبل كده، بس برضه ما كانش الاسم الدارج بالنسبه لنا عشان نشوفه بقى في اعمال جايه كتير. اتمنى ان هو يختار ادوار حلوه جدا. برزق وميد اللي ممكن اقول حبيته جدا من اول ظهوره لحد النهايه. مشهد ظهوره وفكره اساسا ان هو السجان والحته اللي هو كان بيهرب فيها حسن الصباح دي من الحتت المفضله بالنسبه لي. فكره كده تحسسك كده ان انت في جو اساسن كريد. عارف ان اللعبه مقتبسه اصلا من قصه الحشاشين، بس فعلا تنفيذها كان خطير جدا. ونيجي بقى الرقم واحد اللي معانا النهارده واحسن مسلسل في رمضان من وجهه نظر الشخصيه، هو مسلسل صلة رحم. المسلسل اللي ممكن اقول لكم عليه ان هو متكامل وانا ضميري مستريح. بص، كتابه حلوه هتلاقي، مناظر وتصوير هتلاقي، ممكن اداءات الممثلين ذات نفسهم هتلاقي، القصص بدات معانا واتقفلت للنهايه هتلاقي، قصص شخصيات جانبيه بالنسبه لنا هتلاقي. بص، اي حاجه هتعوزها جوه المسلسل ده انت هتلاقيها. فكره السوداويه وفكره الاحداث ذات نفسها الطابع بتاعها عامل ازاي، حاجه ممكن اقول من احسن ما يمكن ان انت تتفرج عليها في رمضان. مسلسل حقيقي كان ممكن تجربه مشاهده معيشه معاها اساسا ان انت تتناقش مع القضيه كلها، كانت احسن ما يمكن. ومش بنتكلم هنا بس عن تاجير الرحم، ده احنا كمان دخلنا في ايقاد ودخلنا ممكن نقول في مبادئ انسان لنقطه النهايه، ان احنا نشوف النهايه بتبقى عامله ازاي، العقاب بيبقى عامل ازاي، او ممكن اقول كل حد نظرته للموضوع ده عامله ازاي. ده كان احسن ما يمكن، والتعامل جوه المسلسل مع ده كله كان خطير جدا. واحلى حاجه فعلا زي ما بتكلم هي النهايه. المسلسل ده اللي هتنتظروا منه دراما قويه جدا، واللي هتشوفوا فيه انا مش عايز والله احرق لحد النهايه. اي حد ما اتفرجش على المسلسل ده يروح يتفرج عليه دلوقتي حالا. والله بص، سيب اللي في ايدك، روح كده نزل الحلقات، واوعدك ان انت هتتشد من الاول خالص. هتشوف ان الاداءات حلوه جدا، هتشوف شخصيه اياد نصار، بص هتنفعل معاه في حاجات كتير. شخصيه انت عارف ان هي وحشه قوي، وفي نفس الوقت تقول طب ما انا فاهم هو بيعمل كده ليه. هتشوف يا جماعه المسلسل خطير، مش متكلم عليه كتير، وهقول لكم فعلا المسلسل ده من اكتر المسلسلات التكامل اللي شفتها في الدراما المصريه عموما. عارف ان هو يبدا ويشدني صح، وعارف وهو في القفله ان انا اطلع واقول عليه ده احسن مسلسل. فهو بالنسبه لي ده الاحسن وده الافضل. وعارف بقى ان ممكن تكون قائمتكم مختلفه عن كده، فعشان كده يا ريت تكتبوا لي ترتيبكم للقائمه بتاعتكم تحت في الكومنتات. افضل 10 اعمال في رمضان انتوا اتفرجتوا عليهم، يا ريت تسيبوا لي ترتيبهم بالنسبه لكم، وكل واحد فيكم كان عامل معاه ازاي. وانا عارف ان في ناس هتيجي تقول لي طب فين العتاوله، طب فين كبرى. انا التفسير ده كله ان انا جيت في الحلقه ال15 في العتاوله، وحقيقي المسلسل بقى بايخ جدا، او على الاقل بالنسبه لي ان شفت ان بقى فيه مط او حاجات لا داعي لذكرها فعلا ما كانتش عجباني جدا. غير طبعا استخدامات كانت جوه المسلسل من قبليها كانت سيئه لابعد حد. لو هتكلم عن العتاوله عن حد فيه كان حلو فهو طارق لطفي وباسم سمره. اعتقد باسم سمره لوحده اساسا بقى ايقونه في ادوار الشر والكلام اللي هو بيتكلمه. شفنا كوميكس، شفنا عليه حاجات كتير جدا، فده انا مش هتكلم عليه. بس طارق لطفي هو اللي كان خطير جدا، واللي اداؤه فعلا كان مفاجاه بالنسبه لي. فلو هتكلم عن حد زي ما بقول هما الاثنين دول بس. اما كبرى بقى فممكن اقول لكم ان المسلسل كان حلو، والكوميديا اللي بتاعته كانت مفاجاه جدا. حبيته وحبيت كزبره فيه لدرجه محدش يتوقعها والله. الكوميديا اللي كانت فيه خصوصا اللي ممكن اقول الجزئيه بتاعت محمد ثروت واللي كانت خطيره جدا. الارك بتاعه وبتاع العمده وبتاع المواقف دي كلها كانت من احسن الحاجات اللي اتعملت في المسلسل. بس زي ما بتكلم كده المسلسل ذات نفسه حسيت ان هو فاضي. حسيت ان احنا برضو القصه ذات نفسها مش احسن حاجه ممكنه في الدنيا، والاداءات التمثيليه مش دايما كانت قويه حتى من محمد امام ذات نفسه. فعشان كده انا استبعدته بصراحه من ضمن افضل 10 بالنسبه لي، وان انا واثق انه هيكون اساسا في قائمه كتير منكم. فريت تقولوا لي انتوا رايكم ايه اساسا في الكلام اللي قلته ده كله. رشحوا لي برضو انتوا كمان مسلسلات ما كنتش اتفرجت عليها عشان نتفرج عليها وتبقى حلوه ولا ايه الدنيا. هستنى اراكم دي كلها زي ما بقول لكم في الكومنتات. ولو وصلت لحد هنا فوالله عيب عليك بجد لو ما كنتش عملت لايك. اللايك بيساعد ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وبيساعد فعلا لانتشارنا بعد كده. ولو انت مش مشترك معانا واول مره تشوفنا يشرفنا اكيد انك تشترك. كده بقى اكون خلصت كل الكلام اللي عندي والقائمه بتاعت النهارده، واشوفكم بقى في حلقه جديده. سلام.